من هو إبراهيم عليه السلام؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء. فمن كرامة الله سبحانه وتعالى أو من كرامة إبراهيم على الله أن وعده أن لا يأتي نبي من بعده إلا يكون من نسله. حتى أبونا نبينا صلى الله عليه وسلم هو من نسل إبراهيم من ذرية إسماعيل، وإسماعيل هو ابن إبراهيم، فما جاء نبي من بعد إبراهيم إلا هو من ذريته. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. يا سلام. جعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وهو أيضا خليل الرحمن. والله جل وعلا يقول: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة هي أعلى درجات المحبة مع الله سبحانه وتعالى، له المثل الأعلى وله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، فهي أعلى درجات المحبة. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن سبحانه وتعالى، وهو أيضا عليه الصلاة والسلام من أولي العزم، وأولهم إبراهيم من أولي العزم. الرسل أولي العزم الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم. أحسنتم. عليه الصلاة والسلام. فهو كذلك ومن نسله كل الأنبياء. فهو عليه الصلاة والسلام أنجب ابنين: إسحاق وإسماعيل، إسماعيل الكبير وإسحاق الذي يليه. وكان من ذرية إسماعيل أشهرهم نبي واحد، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم بآبائنا وأمهاتنا. ثم أما من ذرية إسحاق فالنبي جميع الأنبياء فقد أنجب إسحاق 12 ولدا، منهم يوسف بنيامين، ثم بقية 10 أو 12 ومنهم تكونت. تقصد يعقوب. نعم. أنجب يوسف. نعم. أيوة. وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب 12 من الأبناء الذين هم أسباط بني إسرائيل. يا سلام يا سلام. فكان هذا من فضله. وذكر إبراهيم عليه السلام في إيمانه وتقواه حينما سأل الله سبحانه وتعالى: قال أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي.